مرق القيمة الإيراني مع البطاط الفريش. هذا الكريسبي مو العلب، في ناس تحط العلب لكن أنا سويته فريش. عيش مع الزعفران، طبق ولا أحلى. راح أسويه كله قدامكم الحين، تابعوني. أخذ من هذا شوية، أنا وايد أحبه. أنا بيتي كذي يحبون العيش سادة، بدون يمكن حتى بدون مرق. نحط من هذا شوية ومن أحلى. مثل ما قلت لكم، اللحم لو في قطع منه، قطع مثل العصافيري واكبر من العصافيري، كان هم يكون افضل. وهذا ولا سووه من احلى منك. ايش الحين راح اشغله. ما زرشك كلنا نعرف شلون نسوي حبوب الزرش. طبعا وايد ناس تقول هذا رمان، هذا مو رمان، هذا نوع في الاشجار اسمه انواع من البيريز. طبعا حطيت هنا زبده او سمنه، دائما مغسول ناشف، ياخذ له تحميشه صغيره. وبحط معاه بعد شويه الحين الفستق حلو، الشكر قفشه شكر، وبعدين الزعفران المنقوع راح احطه بعد شوي بس ياخذ له. الحين بجيب الفستق وخلصنا. دائما حتى يا جماعه الزرش والشكر دائما حرصوا اكو تكنيكس وايد مهمه وايد حلوه، مو كل واحد يعرفه. فالفستق هذا على قولة يسمونه فستق خلاله يعني شنو؟ مقطعين اصابع. فبس نخلطهم الحين مع بعض. الحين بالاخير انا احط الزعفران في الاخير. مساء الخير، من زمان ما طلعنا نطبخ وجبه حلوه. فمرق القيمه اليوم بسوي مرق القيمه الايراني. يا جماعه مرق القيمه من الاكلات اللذيذه. طبعا راح شفتوني عاده يعني يسوونه مع العيش والزرشك. سويت قدامكم الزرك وسويت قدامكم العيش. الحين المرق عاده في هذا تلقونه في الجمعيات، بس اذا ما في خلطه هذا المرق القيمه بس نحن نقدر نخلي من بهاراتنا. طبعا اهم شيء الالو اللي يعطيكم طعم حامض وحلو. هذا واحد. شويه نخي، بصل، ثوم، البطاطا فريش. لما تروحون شوفوا مطاعم ايرانيه تلقون المرق القيمه عاده يكون قطع صغيره مثل العسل، بس انا اليوم ما عندي قطع، بسويه باللحم المفروم الطازه. يلا عندنا اللحم، تبون تحطون اللحم في المفروم العادي القطع العصافيري. انا على طول لحمي طازه فريش. فنحط شويه معاه البصل والثوم. انا احب كميه البصل وايد، انا احب كذي وايد. وبس ونخليه معاه الليمون، ورق الغار، الليمون حب هذا، واحط معاه البهار، اخليه كله على بعضه. واقدر اعلمكم احط شنو على الخلطه مالتي. وما حطيت للحين لا سمنه ولا دهن ولا شيء، ونخليه على كيفه. ما عندنا من هذا الكيس، وراح احط لكم صورته. شويه كركم، فلفل اسود، كزبره، بس ما يحطون اكثر. ولازم تصير حلوه بكثر البهارات، قله البهارات بس، المهم اللحم يكون فريش طازه. الحين انا احط شويه معجون كافي، احطه واخليه ينحمس مع شويه من مهروس الطماط. ما ابي احطه كله، نخلص واحطه مع الالو. وايد يعطي طعم حالي حامض. شويه ملح وقفشه سكر. هذا الحمص مسلوق. والشيء الحلو اللي راح يعطيه طعم، تحسون شو الفرق بين هذا وهذا؟ الزعفران المنقوع، مو ماي ورد، بس فقط زعفران على نار خفيفه. نخليه ويلهم بعد. ودائما عشان يعطي العيش كله يعني مع الزرشك نفرشه فوق العيش كذي. خذوا شويه من هني وعلى طول. حتى تقدرون، انا اعطيكم افكار، حتى تقدرون تسوون شيله عيش ومنعشين نفس الشيء، خلطوه وحطوه بالفريزر. وقت التقديم انتم يكون حار كذي شحلاته، علشان نحطه حق فوق لما بنشم
العيش نشوفه هني وازين عليه خلاص.